ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم البانيه الكداب. يعني ايه البانيه الكداب؟ هنعمل بطاطس زي البانيه بالظبط، جنب مكرونه. ممكن تاكليها بعيش وطحينه، اكني بالظبط بتاكلي بانيه. هنعملها ازاي؟ جبت طبعا البطاطس زي ما انتوا شايفينها كده. جبت كام بطاطايه كبار، قشرتهم وقطعتهم السمك اللي انتوا شايفينه دوت. حطيت في الميه شويه ملح وكركم عشان البطاطس تبقى صفرة كده. وقلبتهم كويس، وبعد كده حطيت البطاطس، خليتها بالظبط 5 دقايق، ما تخلوهاش تبقى طرية قوي عشان خاطر في تتبيلة هتتحط فيها. تمام. التتبيلة بتاعتنا: معلقتين دقيق، ومعلقة كركم كبيرة، ومعلقة بابريكا كبيرة، وتوم بودر وبصل بودر، وشوية ملح، بهارات، فلفل اسود، شوية كمون، عندنا اللي هو الحبهان المطحون، مرقة الخضروات، تبقى اللي هي الفورية او مرقة اللحمة، برضو اللي هي البودر. تمام. هنقلبهم كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ما كتروش الملح، عشان طبعا البطاطس محطوط فيها ملح في المية بتاعتها. وما تخلوش البطاطس على قد ما تقدروا في المية. واول ما تطلعوا البطاطس طبعا 5 دقايق بالظبط، عشان خاطر ما تبقاش طرية قوي، عشان لسه هتتحط في الزيت وهتتحط في التتبيلة بتاعتها اللي هي ديت نص ساعة. دلوقتي عندنا البطاطس دي لما نطلعها من على النار، طبعا هنحطها في ميه ساقعه. نكون جايبين طبق تحت الحنفيه يكون فيه ميه ساقعه قوي، ومن الحنفيه طبعا، ونحط فيه البطاطس على طول عشان خاطر ما تتهريش من السخونيه. وبعد كده نصفيها ونعمل التتبيله بتاعتنا. هنحط طبعا، هنقلب كويس، وبعد كده نحط ميه. بص دلوقتي يا جماعة، احنا لازم طبعا الخلطة بتاعتنا تبقى تقيلة، يعني ما تبقاش سايلة، تبقى خفيفة. لا، احنا عايزينها تقيلة زي ما انتوا شايفين كده. لو طلعت خفيفة معاكوا زودوها بمعلقتين نشا، وحطوا دقيق تاني. تمام. هنا طبعا البقسماط، حطينا هنا بقسماط، وحطينا دقيق، وحطيت معلقتين نشا، والتوابل بتاعتنا اللي هي البابريكا والبهارات وكركم، والمرقه بتاعت اللحمه او الفراخ او الخضروات زي ما انتوا عايزين. بس اهم حاجه ان هي يكون البودر. وفي نفس الوقت حطينا شويه ملح برضو. تمام. وقلبناهم كويس قوي. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، طبعا انا ايديا نظيفه وغاسله ايدي زي ما انتوا شايفين كده. هوت هنحط البطاطس، وبعد كده هنحطها في التتبيله. هنمسك واحده واحده. طبعا لازم ما تعمليش بنفس الايد بتاعه التتبيله، عشان خاطر البقسماط ما يكلكعش. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، انا دلوقتي حطيت طبعا البطاطس في الخلطه، وبعد كده من الخلطة حطيناها على البقسماط والدقيق والخلطة اللي احنا كنا عاملينها، اللي هي كل البودر اللي احنا كنا خلطينه مع بعض. تمام. انا دلوقتي رصيته هو في صينية، هنحطه في الفريزر نص ساعة. اتبقى عندي شوية بطاطس، انا كنت عاملة كمية كبيرة، فاتبقى عندي شوية بطاطس وشوية التتبيلة اللي احنا عاملينها مع بعض. دلوقتي هرمي التتبيلة؟ لا طبعا، حطيت شوية التتبيلة على البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، وهخليها في التلاجة. وقت ما الولاد عايزين، مثلا انتوا عاملين كميات كبيرة عايزين في العشاء، هتطلعوها من التتبيله وهتحطوها في البقسماط والدقيق. طبعا البقسماط والدقيق اللي هيتبقى منكم ما ترموهوش، خليه في شنطه صغيره كده، كيس صغير، وتربطوه وتحطوه في التلاجة. وقت ما تكونوا عايزين خلطة زي ديت تعملوها، او متبقية عندكم هتحطوها في التلاجة وهتطلعوها على الدقيق. اما عندكيش بطاطس وتبقى منك الخلطة اللي هي بتاعه التوابل اللي احنا حاطين فيها البطاطس دي، ما ترميهاش، خليها في التلاجة في برطمان. اعملي بيها لو عندك بانيه، ممكن تنقعيه البانيه فيها، هيبقى طعمها حلو جدا. كفاية الريحة بتاعتها. هنحط بقى البطاطس دلوقتي نص ساعة في الفريزر، وبعد كده نحطها على النار.
انا دلوقتي قلت اوريلكم بقى لما حمرتها طلعت كام واحده كده، قلت اوريها لكم شكلها. بص عامل ازاي بعد ما اتحطت في الفريزر واتحطت في الزيت. بص مقرمشه ازاي، سامعين؟ طبعا قسمت واحده اهي عشان خاطر اوريها لكم. بصراحه يعني تحفه تحفه تحفه، بصراحه طعمها حلو قوي. انا بدوقها اهو وانا معاكم. بصراحه طعمها حلو جدا جدا جدا، بس اهم حاجه توطوا عليها النار علشان خاطر تستوي معاكم، ما تبقاش نيه. تمام، عشان خاطر طبعا احنا ما سويناهاش على الاخر. هعمل جنبها ايه بقى؟ هعمل جنبها مكرونه اسباجيتي طويله. المكرونه دي انا مش عايزه اقول لكم انا بحب اعملها جدا. هو مش عامه الاسباجيتي، لا اي نوع مكرونه. انا بتكلم على الصلصه نفسها. الصلصه نفسها مش عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا جدا. ليه بعمل الصلصه زي بتاعه بره واحلى؟ هوريكم دلوقتي وهي على النار. الصلصه هي طبعا ريحتها تحفه. انا بستخدم الحاجات اللي انا هقول لكم عليها دي، انا بستخدمها في جميع انواع الصلصه، سواء صلصه كشري او صلصه خضار او صلصه مكرونه. انا مش عايزه اقول لكم ان انا رحت مكان ما، يعني كنت باكل كشري. الكشري بتاعهم طبعا مش زي بتاع البيت. بتاع البيت احلى طبعا. فانا قلت هو لسه فاتح وعامل ضجه يعني كده، وقلت اروح ادوق من عنده. لقيته عامل الصلصه زي ما انا بقول لكم، بس طبعا بتاعه البيت احلى اللي انا بعملها. مش بشكر في نفسي، بس فعلا بجد كانوا حاطين جزر مع الصلصه. انا طبعا انا بحط الجزر مع الصلصه، جميع انواع الصلصه، سواء بس ما عدا المحشي، ما عدا صلصة المحشي. اي نوع تاني بستخدم الصلصة فيه بحط معاه جزر. بنعمل ايه؟ انا طبعا صلصة المكرونة بكون عندي مكرونة في الفريزر، بغسلها كويس قوي وبحطها في مية سخنة على النار. اول ما ابتدي ان هي تفك بسيبها تبرد، وبعد كده بضربها في الخلاط مع معلقتين بابريكا حمرا. تمام. بجيب عندي 4 جزرات كبار، وببشرهم، بغسلهم، بقشرهم وببشرهم في الحله اللي انا هعمل فيها، وبحط زيت لحد ما احط شويه زيت. وبعد كده بلاقي البصل سوري الجزر يدبل معايا وهو على النار. لما بيدبل خالص بقوم حاطه معلقه توم صغيره، ما بحطش توم كتير، ما بحطش بصل، أنا بحط توم بس. تمام. وبعد كده ما بخليش طبعا الجزر يعني يتحرق، يبقى دبلان خالص، وتلاقوا بقى الزيت مصفر من اللون بتاع الجزر. تمام. بحط المعلقه بتاعه الثوم، بخليها ان هي تدبل شويه، معلقه الثوم مع الجزر، وبحط شويه كزبره واقلبهم مع بعض، بخليهم 3 دقايق على النار. وبعد كده اطش الحاجات اللي احنا عملناها دي بشويه خل. وبعد كده بحط الصلصه بتاعتي والصلصه وهي على النار بحط معلقه فلفل اسود، على معلقه دقه حمراء، على شويه كمون، شويه بهارات، توم باودر وبصل باودر، معلقه بابريكا كبيره تاني، ومعلقه سكر. واهم حاجه ما تنسوش السكر. ليه السكر؟ عشان خاطر يضيع الحموضه بتاعت الصلصه شويه. تمام. السكر ده انا بحطه في جميع انواع الاكل، سواء حتى لو انا بعمل خضار بحط برضو معلقه سكر. المحشي نفس الموضوع. اهم حاجه ان انت تحطي معلقه سكر في الصلصه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هوت الصلصه طبعا ريحتها حلوه جدا. ما تنسوش طبعا المرقه اللي انتوا بتحطوها. انا عايزه اجيب لكم، وحطيت ورق لوري. بصوا الجزر معايا ازاي. تمام. بسيب طبعا التسبيكه دي كلها تسبك مع بعض، وبعد كده بغسل المكرونه بميه ساقعه، وبحط المكرونه في قلب الصلصه. طبعا زي ما انا قلت لكم المكرونه احنا بنغسلها وبنحطها في الصلصه، وبعد كده بنسيبها تتسبك مع بعضها. بس بسبك القوطه الاول كويس، وبعد كده بحط المكرونه. وبعد ما بحط المكرونه بقلبها كويس، واحط الشياطه تحت الحله ووطي عليها، وكلوها بقى مع البطاطس. في شويه لفت مخللين، جزر مخلل انت عاملاه في البيت، زيتون،
خيار مخلل بألف هنا والشفا. ويا رب النهارده يكون الأكل عجبتكم، أكلة بسيطة وخفيفة للولاد. البطاطس طبعا طعمها تحفة، يا ريت تجربوها. بألف هنا والشفا، وانتظروني في فيديو جديد. باي باي.